بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل السلسلة اللي بدأناها، سلسلة بسيطة لشرح مناسك الحج. وقفنا في الفيديو اللي فات عند أنواع النسك. هنتكلم دلوقتي عن أركان الحج. طيب، الحج ليه 4 أركان. معنى ركن إيه؟ معنى الركن إن اللي هي الحاجة اللي ما بيتمش بيها أو يصح بيها الحج. بمعنى إيه؟ زي أركان البيت. أركان البيت ده يعني الحاجة اللي بيقوم عليها البيت. من غير الأركان دي ما ينفعش يبقى فيه بيت. هي نفس الفكرة بقى. أي حاجة ركن. أركان الصلاة ما ينفعش الصلاة إلا بيها. أركان الحج ما ينفعش الحج إلا بيها. معنى طيب، إيه هم أركان الحج؟ أركان الحج 4 أركان. 4 أركان أساسية. لو محدش عملها حجته مش هتنفع. مش هينفع الحجة إلا إن هي يأتي بالركن ده. طيب، أول ركن فيها هي الإحرام. تاني حاجة الوقوف بعرفة. تالت حاجة طواف الإفاضة. رابع حاجة السعي ما بين الصفا والمروة. يبقى 4 أركان الحج هم إيه؟ مهمة: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي ما بين الصفا والمروة. فمن ترك ركنا منها لم يتم حجته حتى يأتي به. طيب، نمسك بقى ركن ركن ونشرحه إن شاء الله بالتفصيل. أول ركن وهو الإحرام. معنى الإحرام إيه؟ الإحرام معناه نية الدخول في النسك. إن أنا مثلا ناوي أدخل في الحج، ناوي أدخل في العمرة، ده معنى الإحرام. طيب، اللي بيترك الإحرام دي، فمن ترك الإحرام لم ينعقد حجه. يعني اللي كان ناوي حج وما دخلش في الإحرام أو في نية الإحرام لم ينعقد حجه. الدليل على كده إيه؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يبقى معنى الإحرام هو نية الدخول في النسك. ومش معنى الإحرام هو لباس الإحرام كما يظن كثير من الناس، لأن أنا ممكن ألبس لباس الإحرام من البيت، أو الراجل يلبس لباس الإحرام من البيت وهو لسه ما دخلش في النسك، لسه ما عند الميقات ما قالش بقى لبيك اللهم مثلا حجا أو عمرة أو كده. هو لبس الإحرام بس لسه ما دخلش في النسك. مش معنى إنه يلبس الإحرام معنى كده إن هو دخل في نسك في الإحرام، لا. هو نية الدخول في النسك غير لبس الإحرام. تمام. طيب، هنتكلم دلوقتي عن محظورات الإحرام. إيه تعريف محظورات الإحرام؟ محظورات الإحرام يعني الحاجات الممنوعة على المسلم بسبب الإحرام. يعني الواحد دلوقتي لما يلبس أو يدخل في النسك أو يحرم يبقى محرم، ممنوع عليه حاجات إن هو يعملها. طيب، أول حاجة هي إيه؟ أول حاجة هي لبس المخيط. الدليل على كده إيه؟ إن رجل قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبسن الخفين. طيب، المراد بالمخيط إيه؟ المراد بالمخيط أي حاجة تفصل بقدر العضو. زي إيه؟ زي مثلا القميص اللي بيبقى مفصل العضو، البنطلون، الطاقية. ومش معنى عدم لبس المخيط اللي هو ان دخله خيط، ده لا. انا ممكن، طب ما هو الازار اصلا فيه خيوط، ممكن يكون فيه خيوط، او اللي هو الازار والرداء بتوع الاحرام. مش معنى كده ان هو يبقى غلط، لا. يقصد بالمخيط الحاجة المتفصلة، كل ما فصل بقدر العضو. طيب، في برضو رخصة يرخص لمن لم يجد إلا السراويل وخفافا أن يلبسهما، لحديث ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد النعلين فيلبس الخفين، ومن لم يجد إذارا فيلبس السراويل. طيب، ده أول حاجة. تاني حاجة لبس المرأة للنقاب والقفازين. المرأة محرم عليها وقت ما تحرم انها تلبس النقاب او القفازين. الدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لكن المرأة يباح ليها ان هي تغطي تغطية يدها بثوبها او عباءتها، ان هي تغطي ايدها بالعبايه اللي هي لابساه، او غيرهما سوى القفاذين. كما يجوز للمراه برضو ان هي تغطي وجهها بخمار ونحوه اذا مر بها رجال. مش بيبقى النقاب المفصل ده، لا، يعني مثلا بطرف الطرحه كده وتجيبه على وشها. تمام، ده يجوز للمراه.
الدليل على كده ايه؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، يعني تاخد مثلا طرف طرحتها كده تقوم ايه حطها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه، يعني لو خلاص عدى الرجال رجعوا تاني يكشفوا وجههم. طيب تالت حاجة المحرمة أو من المحرمات في الإحرام، يعني تغطية الرجل لرأسه بالعمامة أو نحوها، إنما المرأة تغطي رأسها عادي لأن هي بتلبس إشارب مثلا أو أي حاجة، إنما الرجل ممنوع عليه إن هو يغطي رأسه. الدليل على كده إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يلبس القمص ولا العمائم. تمام، يعني الطواقي كلها ممنوعة. طيب لكن يجوز للرجل أن يستظل بخيمة، ينفع يبقى تحت خيمة أو شمسية، يمسك شمسية كده مثلا وهو حاج، ما فيهاش مشكلة. ونحوهما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر تضرب له بنمرة. تمام، يبقى الشمسية تمام، لو خيمة تمام ما فيهاش مشكلة، إنما المنهي عنه هو الكاب أو الطاقية. طيب رابع حاجة ممنوعة في محظورات الإحرام هو وضع الطيب على البدن أو لباس الإحرام. ما ينفعش نرش برفان أو أي حاجة أو أي طيب أو مسك أو الحاجات دي على الإحرام، على البدن، سواء جسمنا أو على ملابس الإحرام. الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. تمام، ومفيش مشكلة ان الواحد او المحرم او المحرمة قبل ما يدخل او في الاحرام ان هو يكون متطيب، يعني ما يغتسل ويحط طيب ما فيهوش مشكلة. دخل في الإحرام لو بقى عليه بقى الطيب من اللي كان حطه ده ما فيهوش مشكلة، إنما ما ينفعش بعد الإحرام يتطيب من جديد. طيب خامس حاجة هو إزالة الشعر سواء بالحلق أو القص أو تقليم الأظافر. الدليل على كده قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طيب قال ابن قدامة رحمة الله عليه: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظافره، يعني ما ينفعش يقص ضوافره، ولكن يجوز إزالة الشعر لمن تأذى ببقائه، وفي بقى ساعتها فيها الفدية، وهنتكلم عن الموضوع ده بعد كده بالتفصيل حاجة حاجة. طيب سادس حاجة من محظورات الإحرام هو طبعا اللي هو الجماع أو الوطء، وده مفسد للحج قبل التحلل الأول، لأن احنا هنقول برضو بعد كده أو هنشرح بعد كده التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. هو مفسد للحج قبل التحلل الأول اللي هو التحلل الأصغر، ولو بعد الوقوف بعرفة، ولو حصل بيلزم للحاج ان هو يكمل حجه، حتى لو كان حجه ده فسد وعليه فدية بدنة وعليه قضاءه في العام اللي بعده، يعني عنده عقوبة مغلظة لو حصل موضوع الجماع في الحج قبل التحلل الأكبر. طيب سابع حاجة من محظورات الإحرام هي المباشرة فيما دون الفرج، يعني مش لازم الجماع الكامل، ولكن المباشرة زي منه القبلة ومنه اللمس والنظر بشهوة، لكن ذلك لا يفسد النسك، ما بيفسدش الحج، ولكن هو من محرمات الإحرام. طيب تامن حاجة من محظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياده، لقول الله تعالى: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إنما بيجوز قتل الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم للمحرم وغيره، زي مين؟ زي الغراب، الفأرة، العقرب، الحداءة، الحية، والكلب العقور. تمام كده. طيب تاسع حاجة آخر حاجة بقى من محظورات الإحرام هي الخطبة وعقد النكاح في من المحرم، يعني ما ينفعش المحرم ان هو لا يخطب ولا يعقد النكاح، سواء هو هيخطب لنفسه او لغيره، ده برضو من محظورات الإحرام. الدليل على كده لما ورد عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. تمام، فده منهي عنه في الإحرام اللي هو الخطبة والنكاح والكلام ده. طيب حكى أهل العلم
الإجماع على أن عقد النكاح إذا كان عقدها المحرم يقع فاسدا سواء لنفسه أو غيره، يعني لو عمل كده فالعقد ده نفسه باطل أو فاسد. طيب هنتكلم دلوقتي عن فدية المحظورات دي. معنى ايه فدية المحظورات؟ يعني لو انا حصل مني حاجة من محظورات الإحرام دي، ايه بقى كل حاجة وايه الفدية بتاعتها؟ طيب نقول اول حاجة محظورات الإحرام من حيث الفدية بتنقسم لأربع أقسام. القسم الأول مفيش فيه فدية، ما لا فدية فيه زي عقد النكاح. النوع التاني فيه فدية مغلظة زي ما احنا لسه قايلين اللي هو ايه الجماع في الحج قبل التحلل الأصغر أو الأول، والفدية بتاعته قلنا هي ذبح بدنة. قلنا فديته ذبح بدنة إن كان الجماع قبل التحلل الأول. ففيه فدية الأذى، يعني لو كان الجماع في الحج قبل التحلل الأول وفديته ذبح بدنة، وإن كان الجماع بعد التحلل الأول، يعني تحلل التحلل الأول قبل ما يتحلل بقى التحلل الكامل اللي هو بعد طواف بعد رمية جمرة العقبة الأولى أو الكبرى، فيه فدية أذى. والمرأة كالرجل في ذلك إلا إن كانت مكرهة، يعني لو كان مغصوب عليها الموضوع. يبقى أول حاجة محظور ما فيهوش فدية زي عقد النكاح. تاني حاجة فيه فدية مغلظة لو كان قبل التحلل الأول، يعني قبل ما ارمي جمرة العقبة الأول جمرة العقبة الأولى فيه ذبح بدنة. ولو كان بعد التحلل الأول اللي هو بعد رمية جمر العقبة الأولى فيه فدية أذى، والرجل في المرأة سواء إلا أن كانت المرأة مكرهة. ثالث نوع من فدية المحظورات هو ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد، لقول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. صدق الله العظيم. طيب يبقى ده فديته الجزاء اللي هو ايه قتل الصيد. رابع نوع من انواع فدية المحظورات وهو ما فديته فدية اذى، وهو بقية بقى المحظورات. زي ايه؟ زي فدية الاذى اللي هي ايه؟ زي اطعام 60 مسكين لكل مسكين نصف صاع، او صيام 3 ايام، او ذبح شاة فتذبح وتوزع على الفقراء، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وعن كعب ابن عجرة رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتهاتف على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك هذه؟ قال: نعم. قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق يعني 3 أصع اللي هي الصاع دي، أو صم 3 أيام، أو اذبح شاة. طيب نقول بقى مسائل في الموضوع ده. طيب من فعل شيئا من محظورات الإحرام وهو بقى ناسي أو جاهل الحكم أو مكره، فده لا شيء عليه. الدليل على كده قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب مسألة تانية، من فعل يعني محظور من محظورات الإحرام ده عمدا لحاجة، مثل أن يحتاج إلى لبس القميص لدفع برد، أو يحلق رأسه لمرض، وأن يقص شعره أو تقليم أظافره مثلا برضو لمرض أو لأي شيء، ففيه فدية الأذى اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، اللي هي فدية الأذى اللي هي زي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة، دي اسمها فدية الأذى. طيب المسألة الثالثة، من فعل من محظورات الإحرام دي عمدا بدون حاجة، فده بقى اللي عليه إثم وتلزمه الفدية والتوبة. تمام؟ طيب هنتكلم بقى عن أمور، بما إننا اتكلمنا عن المحظورات هنتكلم عن حاجات كده بتحصل فيها إشكالات، هي مش من محظورات الإحرام، هي تبيح للمحرم. زي إيه؟ زي لبس النعلين، زي الصندل ولو كان فيه خيط. يعني لو كان الصندل ده متخيط ما فيهوش مشكلة، لأن احنا قلنا إن المحظور لبس المخيط اللي هو يفصل على العضو وليس بكل شيء داخله خيط، فلبس النعلين كالصندل ونحوه ده جائز ولو كان فيه خياطة. تاني حاجة، عقد إزار الإحرام وربطه بخيط لستر عورته وحفظ نقوده ونحوه، فده ما فيهوش أي مشكلة.
تالت حاجة لبس ساعة اليد، النضارة، الخاتم، سماعة الأذن، ما فيهاش أي مشكلة. غسل ملابس الإحرام إذا اتسخت وتبديلها بمثلها إذا احتاج إلى ذلك، ما فيهوش مشكلة. الاغتسال بالماء وغسل الرأس والبدن، طبعا بشيء ما فيهوش رائحة، يعني زي صابون من غير معطر أو أي حاجة، ما فيهوش أي مشكلة. فده كده يبقى احنا اتكلمنا عن الركن الأول من أركان الحج وهو الإحرام بالتفصيل، وفصلنا فيه كل مسألة. وإن شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة. ويا رب اتمنى يكون الموضوع سهل ومبسط وميسر، وإن شاء الله لو في أي حاجة اكتبولي، ويا ربنا يجعل هذا العمل خالص لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.